في حاجات كده ساعات بتسرق مننا وقتنا، وتضيع لنا وقتنا من غير ما نحس خالص. ومش بس بتسرق مننا وقتنا، لأ كمان بتأثر على راحتنا النفسية. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل حبايبي الحلوين. ساعات كتير قوي في حاجات بتضيع لنا وقتنا كبير قوي من غير ما نحس. الحاجات دي ايه بقى؟ حاجات كتير، يعني بصي ممكن تكون اول حاجة من الحاجات دي اللي انا هقول لكم عليها واللي انا عانيت منها شخصيا، اللي هي الحنتفة. انك تبقي محنتفه بقى وتيجي تعملي حاجه بقى وتقعدي تعيدي وتزيدي، ولا ما عملتهاش حلو، ولا لازم اثبت عليها، لا هي شكلها كده مش عاجبني. دي المواضيع دي حصلت لي كتير قوي والله. وبالذات في مواضيع ان انا بحب التفصيل. برضو هحكي لكم حاجات من واقع الحياه يعني. فكنت اما اجي افصل حاجه ولا حاجه، لا مش عاجبني التقفيله دي، لا الفينش ده مش عاجبني، واقعد افك واعيد وازيد. ممكن اقعد مثلا في الجيبه طول النهار، يبقى انا كده ضيعتي وقتي ولا لا؟ ممكن برضو تكوني بتغسلي مثلا، او تكوني بتعملي حاجة في المطبخ، او تكوني بتعملي شغلة في البيت، تقعدي برضو تعيدي وتزيدي فيها. منها برضو ناس يعني شفتهم في حياتي، ستات كانوا بيقعدوا مثلا يغسلوا طول النهار، طول النهار من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المغرب وهي بتغسل. فدي من الحاجات اللي هي بتضيع لنا وقتنا وتهدر لنا وقتنا. بدل ما اعمل كذا شغلانه، لا اقعد احنتف في حاجه واضيع فيها وقت قد كده. دي من الحاجات اللي بتهدر الوقت. الحاجه التانية برضو سوء التخطيط. بتبقي مثلا مخططه في اليوم دوت، انت قايمه بقى وعامله في دماغك بقى انا هعمل كذا وكذا وكذا، وخلاص خططتي وظبطتي الدنيا. تبداي في اول عمل تبصي تلاقي نفسك قعدتي فيه وضيعتي فيه وقتك، وطغى على الاعمال التانية اللي انت كنت هتعمليها. يبقى انت هنا سوء التخطيط بتاعك ادى ان انت اهدرتي بيه وقتك. تمام. وما انجزتيش الحاجات اللي انت كنت مخططه ان انت هتعمليها. دايما في ناس كتيره او ستات كتير قوي يحب يحطوا بلين كده، وتقول لك انا بعمل بلين لنفسي، انا هعمل شغل البيت في ساعتين، انا هطلع بقى اعمل الشوبينج بتاعي برضو في 3 4 ساعات، انا كده انجزت، انا كده عملت حاجات كتيره في اليوم. وتبصي تلاقي هي ما عملتش غير حاجه واحده بس. ده يرجع برضو لايه؟ لسوء التخطيط. لازم برضو لما نيجي نخطط لأعمالنا نخطط عليها بحكمة، نخلي بالنا ان احنا ندي وقت لكل عمل وننجز في العمل بتاعه، يبقى عندنا سرعة الأداء. في حاجة اسمها يا بنات سرعة الأداء، تبقي عندك سرعة وإتقان في نفس الوقت، مش ان انت سريعة وبتطلقي في الحاجة مثلا، او تعمليها مش كويس، او ما تطلعش على اكمل وجه. لا الحاجة تطلع كويسة وكل حاجة، وما اهدرتيش وقتك وانجزتي وعملتي كذا حاجة. وده طبعا بالنسبة للبنوتات الحلوين العرايس بقى اللي عندهم اطفال وكده. طبعا انت مسؤولة منك بيبي، ومسؤول منك بيت، ومسؤول منك زوج. فطبعا لازم تبقى شكلك حلو في اول الجواز كده قدام جوزك، ويحس ان هو فعلا عنده ست مسؤولة وبتنجز عملها. ما يجيش يلاقي البيت مدهول، ويلاقي البيبي بيعيط، ويلاقي مش ما يلاقيش عاملة غدا مثلا او عاملة اكل. في مرة ده بيأثر تأثير سلبي برضو على الزوج. ان شاء الله هعمل لكم حلقة حلوة قوي عن بدايات الزواج، وايه هي الاخطاء اللي تبعدي عنها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم قوي. طبعا ده طبعا من واقع التجارب العملية على مدار الحياة. تمام كده. برضو التكرار ده من حاجات برضو اللي بتضيع لنا وقتنا. هقول لك ايه هو التكرار ده. انت مثلا عندك روتين البيت بتاعك، وعارفه انت بتنظفيه ازاي وبتروقيه ازاي وي وعارفه بتخلصي ازاي. كل لما تيجي تنظفي، كل لما تيجي تروقي، تقعدي تفكري هتبداي منين، هعمل ايه، هسوي ايه، وتحسي نفسك محتاسه. فطبعا ده اسمه ايه؟ تكرار. طب ما انت عارفه انت بتعملي ايه، خلاص بقى اتعودتي. تخليكي شاطره كده ومخك منظم وسريعه، وتقومي على طول تك 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 تخلصي كل اللي وراكي. مش لسه بقى تقعدي تفكري ابدا بقى منين، من المطبخ، لا ادخل من الريسبشن الاول، لا ادخل من اوضه الاطفال. طب ما انت عارفه انت بتعملي ايه. ليه المخ بيبقى مشتت كده لما نيجي نعمل شغلانه؟ لا لازم نخلي مخنا منظم، خليش عندنا تكرار. تيجي مثلا مسافره، انت متعوده بتسافري، متعوده عارفه بتاخدي ايه في شنطك، تيجي برضو تقفي وتقولي هعمل ايه، هاخد ايه، هسوي ايه. طب ما هو ده برضو التكرار عندك بايظ. لا انت خلاص نظمتي نفسك،
عرفتي بتعملي ايه وبتاخدي ايه معاكي وايه الاهتكرار، وهنعرف احنا بنعمل ايه، وعلى طول اتعودنا وايه اوتوماتيك نشتغل على طول. في عندنا بقى برضو يا بنات اسوأ حاجة بقى سلبية ممكن تأثر علينا في اليوم، وهو اخبار السوشيال ميديا. طبعا انا عارفه كل اغلبيه دلوقتي الستات والبنات والدنيا كلها عندها طبعا كل التطبيقات على التليفونات بتاعتها، انستجرام، يوتيوب، فيسبوك، طبعا كل ده موجود عندك. طبعا زمان يا جماعه الدنيا كانت عباره عن بلدات كده صغننه حوالين بعضها، بيعرفوا اخبار بعض، بيشوفوا بعض، اخبار كده على قد كل قرية وعلى قد أخبار كل حد فيها. لكن السوشيال ميديا ده ربط الدنيا كلها مع بعضها. فلما تيجي تمسكي التليفون بتاعك علشان تشوفي أخبار، بالذات الريلز والشورتس بقى اللي هي بتعملي كده كده بإيديكي كده، ده خلاص شدك خلاص. يعني ده شور هيضيع لك وقتك. لو مسكتي التليفون وفضلتي تعملي كده بإيديكي مش هتخلصي، وهتبقي بتشوفي حاجات انتي ما كنتيش بتدوري عليها. وبالذات الاخبار السيئة والحوادث والقضايا والحاجات اللي هي بتعمل ديبريشن كده في النفس، او بتعمل طاقة سلبية تخليكي يأسة من الحياة مجرد ما سمعتي عن الاخبار دي. فهي السوشيال ميديا ديت سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا، مفيدة او ليها طاقة ايجابية وليها طاقة سلبية. ليها طاقة ايجابية طبعا لو انت استخدميها في طبعا المعرفة، في العلم، انك تعرفي حاجات بتدوري عليها، حاجة معلومات عايزة تعرفيها. لكن سيئة في ان انت تدخلي تشوفي بقى الاحداث وتشوفي القنوات اللي هي ملهاش اي هدف ولا اي محتوى، وتشدك بقى تفضلي تتفرجي هوب خلاص انت التليفون كده اصابك باليأس، اداكي طاقه سلبيه، عمل لك همدان في جسمك، عمل لك ايرور في دماغك، لان انت من كتر الاحداث السيئه جالك طاقه سلبيه. خلاص ممكن الطاقه السلبيه دي توقف لك خالص يومك وما تخليكيش تشتغلي وتضيع لك وقتك كله حرفيا. فبلاش، يعني ممكن نتفرج على افلام حلوه، افلام كوميديه، حاجات كده تدينا طاقه ايجابيه. برضو النفس بتبقى محتاجه ان هي تضحك، محتاجه ان هي في خبر حلو تسمعه. ممكن تركيني التليفون تتفرجي على التلفزيون، ما فيش اي مشكله برضو لو انت حابه ان انت ترفهي عن نفسك. ولكن بجد ابعدوا عن السوشيال ميديا والتليفون اكبر وقت ممكن قدامكم. ممكن اعملي لنفسك وقت انك تمسكي في التليفون، ولكن بلاش التليفون يسحبك ويمتلكك، لانه بجد التطبيقات كلها بتضيع الوقت. يعني انا مره جربت ونزلت التيك توك على التليفون عندي وعامله فيه صفحه، بس ما قدرتش اكمل فيه بجد. يعني انا مجرد في يوم لقيتني قاعده ماسكه التليفون، وهو بقى ايه كله ريلز كده وكله شورتز، ما هوش فيديوهات طويله زي اليوتيوب اللي انت ممكن تخشي تستفيدي او حاجه. حسيت ان انا اتخنقت بجد، زلت التطبيق فورا، شلته، مش عايزاه، انا مش مستفيده منه حاجه ومش بشتغل فيه، فاخليه لي عندي على التليفون. الانستجرام، عندي انستجرام شايلاه، مفيش عندي على التليفون غير الفيسبوك واليوتيوب، هما دول اللي عندي على التليفون، وبرضه باوقات مش بخشهم طول النهار. كل واحد حكيم نفسه، كل واحد يقدر يسيطر على نفسه، كل واحد يقدر يأذي نفسه، كل واحد يقدر يفيد نفسه، وكل واحد عنده عقل ربنا سبحانه وتعالى وهبه بيه ان هو يفرق بيه بين الصح وبين الغلط، بين الحاجة اللي هتفيده وبين الحاجة اللي هتضره. وان شاء الله دايما كلنا نسعى للخير وللصالح. ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون اداكم شويه طاقه ايجابيه وشال الطاقه السلبيه من عليكم، ونشوف اي حاجه واي طاقات سلبيه بنعملها، اي اخطاء او عادات بتاثر علينا في حياتنا نبطلها ونستبدلها بعادات ايجابيه تفيدنا في حياتنا وتفيدنا في بيتنا واولادنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوش لايك، سبسكرايب، تنوروني وتشرفوني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. متنسوش أهم حاجة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.